أهلا بيك في بودكاست كلمة ونص. هنا بنختصر لك فكرة أو فكرتين من كتاب في أقل من 10 دقايق. اسمع، فكر، واطلع بحاجة. كلمة ونص تكفي وتزيد. تخيل معايا المشهد ده. أحمد مبرمج شاطر قرر يسيب شغله ويفتح شركة تطبيقات. الست شهور الأولى كان بيشتغل 16 ساعة يوميا، سعيد جدا إنه صاحب مشروع. بعد سنة كاملة أحمد بيصحى الساعة 6 الفجر، بيشتغل لحد 12 بالليل، مش عارف يسيب المكتب يوم واحد، ومش جايب أي فلوس أكتر من اللي كانت بتجيله في شغله القديم. السؤال هنا، هل أحمد صاحب مشروع ولا موظف عند نفسه؟ النهاردة في كلمة ونص هنكتشف ليه 80% من المشاريع الصغيرة بتفشل في أول 3 سنين. وده مش بسبب قلة الخبرة أو المال زي ما أنت فاكر، لأ، السبب صادم ومختلف تماما. حلقتنا النهاردة من كتاب The E-Myth Revisited، خرافة ريادة الأعمال، لمايكل جيربر. وده مش مجرد كتاب بيزنس عادي، ده الكتاب اللي غير نظرة ملايين رواد الأعمال حول العالم لمفهوم المشروع الناجح. الكتاب بيحطم أكبر خرافة في عالم ريادة الأعمال، وهي إن المهارة الفنية لوحدها كفاية عشان تعمل بيزنس ناجح. وكالعادة النهاردة هنركز على أقوى نقطتين في الكتاب هيغيروا نظرتك تماما للبيزنس. الحلقة دي موجهة لكل صاحب مشروع أو كل واحد عايز يفتح مشروع. ومين فينا دلوقتي مش عايز يعمل براند أو بيزنس أونلاين لنفسه؟ فياريت تركز عشان ما تقعش في الأخطاء اللي قبلك وقعوا فيها. النقطة الأولى، خرافة المهارة الفنية الكبرى. في 2019 محمد أفضل حلاق في منطقته، والعملاء بتوعه بيخرجوا من عنده بلوك مبهر. قرر يفتح صالون فاخر، استثمر 300 ألف جنيه وجاب أحدث الأجهزة، وفتح فعلا 3 فروع. النتيجة بعد سنتين، محمد فلس إفلاس تام. ليه؟ لأن محمد كان عبقري في الحلاقة، لكن ما كانش يعرف إزاي يدير الموظفين، إزاي يعمل ميزانية سليمة، إزاي يسوق للصالون، وإزاي كمان يتحكم في التكاليف. فالحقيقة المرة إن كتاب خرافة ريادة الأعمال بيقولك المشروع الناجح محتاج 3 شخصيات في شخص واحد. رقم واحد، الفني، ده اللي بيعرف يعمل المنتج أو الخدمة، محمد الحلاق، أحمد المبرمج، فاطمة اللي بتعرف تطبخ كويس. الخطر هنا لو فضلت فني بس هتفضل تشتغل في مشروعك، مش تشتغل على مشروعك. رقم اتنين، المدير، ده اللي بينظم ويخطط ويراقب الجودة، بيحط أنظمة وقوانين وإجراءات. والمشكلة إن معظم الناس بتكره الأعمال الإدارية، ولكننا بنحتاج يبقى الشخص ده موجود في مشروعنا. رقم تلاتة، رائد الأعمال، ده اللي عنده رؤية مستقبلية، بيفكر في التوسع والنمو والابتكار. والواقع الصعب إن دي أصعب مهارة تتعلمها. مثال على ده شركة أمازون. جيف بيزوس ما كانش أفضل مبرمج في العالم، لكن كان يقدر يفكر كرائد أعمال. بدأ يبيع الكتب، فكر إزاي أخلي الناس تشتري أي حاجة أونلاين. النهاردة أمازون أكبر متجر في العالم. الدرس هنا إن العبقرية الفنية مهمة، لكن التفكير الاستراتيجي أهم. النقطة التانية، اعمل نظام يشتغل من غيرك، ودي الثورة الحقيقية. سارة مصممة جرافيك موهوبة، فتحت استوديو، وفي الأول الدنيا كانت ماشية تمام، لكن بعد كده بقت بتشتغل 7 أيام في الأسبوع، مش قادرة تاخد يوم واحد أجازة. لو قعدت في البيت أو لا قدر الله مرضت، الشغل كله هيقف. العملاء بيتصلوا عليها شخصيا في أي وقت. هنا سارة مش صاحبة المشروع، سارة موظفة عند نفسها. الحل الثوري اللي جيربر بيقوله في الكتاب، لازم تشتغل على مشروعك مش في مشروعك. طب ده معناه ايه؟ بدل ما تكون الشيف اللي بيطبخ او المدير اللي بيتعامل مع العملاء او المحاسب اللي بيجمع الفلوس، خليك مهندس النظام اللي بيخلي كل حاجة تشتغل لوحدها، المراقب اللي بيتأكد ان كل حاجة ماشية صح، الاستراتيجي اللي بيفكر في الخطوة الجاية. خلونا ناخد مثال من واقعنا. تطبيق اوبر مثلا، صاحب التطبيق ترافيس ما كانش سواق تاكسي، لكن فهم ان المشكلة في عدم وجود نظام، فعمل ثورة النظام. خلى اي سواق في العالم يقدر يشتغل بنفس الطريقة، كل رحلة ليها نفس الخطوات: طلب، موافقة، توصيل، دفع، تقييم. النظام بيشتغل في 70 دولة بدون تدخل المؤسس.
لو أي سواق سافر النظام بيلاقي بديل تلقائيا. العبقرية هنا إنه حول مهنة فردية لنظام عالمي. النظام أقوى من الشخص. وهنروح بعيد ليه؟ تخيل يا صديقي إن محمد صلاح مش بس لاعب عبقري، لكن بنى براند كامل وعنده فريق إداري وتسويقي واستثماري كمان. ولو وقف لعب كورة هيفضل يدخل فلوس عن طريق النظام اللي بناه. إزاي تطبق الكلام ده في حياتك لأصحاب المشاريع أو لو عايز تفتح مشروع؟ الخطوة الأولى: اختبار اليومين. هنعمل اختبار وهتسأل نفسك، لو غبت عن مشروعك يومين كاملين من غير ما تكلم حد أو تبعت رسالة هيحصل إيه؟ لو الإجابة إن الدنيا هتقوم وهتقعد فأنت موظف عند نفسك. الخطوة التانية: حدد الست عمليات الأساسية. كل مشروع ليه 6 عمليات أساسية بيقوم عليهم. أول حاجة التسويق، إزاي تجيب عملاء جدد. تاني حاجة المبيعات، إزاي تحول المهتم لعميل. تالت حاجة الإنتاج، إزاي تعمل المنتج أو الخدمة. رابع حاجة التسليم، إزاي توصل الخدمة بتاعتك أو المنتج بتاعك للعميل. خامس حاجة خدمة العملاء، إزاي تخليه راضي ويرجع مرة تاني. سادس حاجة الإدارة المالية، إزاي تتحكم في الفلوس. وعن طريق الست عمليات دول تقدر تتحكم في مشروعك وتديره بشكل أنجح. الخطوة الثالثة: وثق كل عملية. اكتب مانوال لكل عملية كأنك بتشرح لطفل عنده 10 سنين. ايه الخطوة الأولى؟ ايه المطلوب بالظبط؟ ازاي تعرف ان النتيجة صح؟ مثال عملي: لو عندك مطعم صغير، مانوال استقبال العميل هيكون: أول ما العميل يجيلك ابتسم وقول أهلا وسهلا في أول 10 ثواني. بعدها اسأل ايه اللي تحبوا تشربوه. بعدها اتكلم عن الطبق المميز النهاردة. بعدها اكتب الطلب في ورقة واضحة. بعدها قرر الطلب للعميل عشان تتأكد ان هو ده طلبه. هو ده المانيوال اللي نقصده، ان في خطوات الاشخاص بتمشي عليها وبتقوم بيها حتى وانت مش موجود، زي نظام اوبر بالظبط اللي اتكلمنا عليه. الخلاصة: مشروعك الحقيقي مش بيع المنتج، مشروعك الحقيقي بناء نظام بيبيع المنتج. اكبر خطأ بنعمله اننا بنحاول نكون احسن فني في السوق بدل ما نحاول نكون اذكى بناة انظمة. الفرق بين الفني ورائد الاعمال ان الفني بيسأل ازاي اعمل الشغل احسن، انما رائد الاعمال بيسأل ازاي اخلي الشغل يتعمل من غيري بافضل شكل. لو سمعت الحلقة دي وحسيت انك فني مش رائد اعمال، ما تزعلش نفسك. كل اصحاب الاعمال العظيمة بدأوا فنيين، الفرق انهم اتعلموا يطوروا نفسهم. رسالتي ليك: ابدأ من النهاردة. اكتب عملية واحدة، وثقها، ودرب حد عليها. في خلال سنة هتحس بفرق جامد. عشان في النهاية احنا مش عايزين نبقى عبيد لمشاريعنا، احنا عايزين مشاريعنا تخدمنا. دي كانت كلمة ونص. لو عجبتك الحلقة شاركها مع اللي بتحبه، واستنى الحلقة الجاية. كل كتاب وراه فكرة، وكل فكرة ممكن تغير.